السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما تنساش تعطر فمك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نورنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد منا. وفي هذا الفيديو نتعرف على فوائد بذور الكرفس. فالكرفس من الخضروات الشهيرة والمنتشرة، ولأن بذور الكرفس هي أقل ترويجا من الخضار بالرغم من فوائدها الكثيرة الصحية وقيمتها الغذائية الكبيرة. وبذور الكرفس عبارة عن بذور صغيرة ذات لون بني وطعم مر، تستخدم منذ آلاف السنوات في الطب البديل. وتحتوي بذور الكرفس على الكثير من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، ويحتاج الإنسان إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن حتى تحافظ على صلابة وصحته. وفي هذا الفيديو هنتعرف على فوائد بذور الكرفس. فهي تعزز صحة العظام، حيث تحتاج العظام الإنسان إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن حتى تحافظ على صلابتها، والتي توجد في بذور الكرفس المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء. ومعلقة واحدة من بذور الكرفس تحتوي على 17% من الحديد ومن الحصة للرجال أيضا. وتحسن أيضا مستويات السكر في الدم، حيث تنظم البذور مستوى السكر في الدم. وتعمل بذور الكرفس كمضاد للبكتيريا والفطريات. وتحتوي أيضا بذور الكرفس على الكثير من الفوائد للرجال والنساء، ولكن خاصة في النساء، فهي مفيدة في العديد من النواحي. تحافظ على الحيض وانتظامه، وتقلل من عثر الطمس، وتنظم الحيض بصورة شهرية، وتمنع تأخر الطمس، وتساعد على خفض الوزن، وذلك عن طريق زيادة الإيض في الجسم، وتساعد على علاج القلق والتوتر والعصبية. ويعرف أن بذور الكرفس أيضا منذ القدم أن لها تأثيرا كبيرا على قدرات الرجل الجنسية، ويمكن تحديد هذه الفوائد من النقاط. تحتوي بذور الكرفس على بعض المركبات الكيميائية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الجنسية للرجل. وتحتوي بذور الكرفس أيضا على مركب فرمون والاندروستون الذي يزيد من إثارة الرجل الجنسية. وبذور الكرفس أيضا تؤثر بشكل مباشر على الغدة النخامية التي تعمل على تنظيم نسب الهرمونات الجنسية داخل جسم الرجل. وتؤثر أيضا بذور الكرفس على الغدة الكظرية التي تفرز هرمونات وتنظم وظائف الجسم والرغبة الجنسية لدي الرجل. والكرفس أيضا له العديد من المزايا للجهاز البولي والكليتين، حيث يساعد على الحفاظ على الكلى سليمة عبر الفوائد التالية. يساعد شرب عصير الكرفس عن علاج حصى الكلى أو تم استهلاكه بصورة يومية. ويساعد شرب بذور الكرفس على التخلص من المواد السامة والتي تكون حصى الكلى. وتعتبر بذور الكرفس مضادا للأكسدة. يعمل مشروب بذور الكرفس كمضر للبول أيضا. وتعالج بذور الكرفس أيضا زيادة الأملاح في الجسم، لأنها تزيد من إضرار البول. وتجمع هنا فوائد بذور الكرفس للأملاح. فبذور الكرفس مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم، وذلك لأنه يقلل من الأملاح في الجسم. ويحسن أيضا مشروب بذور الكرفس من عملية الهضم والأملاح. ويعمل بذور الكرفس في علاج التهابات المثانة، لأنها تضر البول وأضرار البول، ويساهم في تقليل الأملاح في الجسم. ويعالج هذا المشروب مرضى النقرس الذي يحدث بسبب زيادة الأملاح. فبذور الكرفس لها فوائد عديدة وكثيرة، هنتعرف على أهمها في هذا الفيديو. فهو مصدر غني بالمعادن، وأن بذور الكرفس غنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام أيضا. وتساعد أيضا على التخفيف من الالتهاب المفاصل، وتقلل من العصبية، وتخفف من آلام الرأس والصداع. وتحسن الشهية أيضا، وتخفف من الإرهاق، وتقلل من احتباس البول. وتحسن من الهضم وحركة الأمعاء والإخراج. وتساعد على التهدئة والنوم. وتخفف من الغازات، وتحفظ بدء الحيض، وتقلل من إفراز الحليب، وتقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز البولي.
فعزيزي المشاهد، في هذا الفيديو ذكرنا أهم فوائد بذور الكرفس للإنسان. حتى لا نطيل عليكم الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.